اسمي رانجيل من مدينة منبج. انضميت لوحدات حماية المرأة. كنت أشوف ظلم كثير بالمجتمع، ما كنا نقدر نعطي آرائنا، كانوا يجوزون أكبر جريمة يجوزون البنت عمرها 13 سنة، كانت تشوف كثير معاناة. عما شفت تدريب هنا صار لي قوة، أقدر أنطي آرائي، أقدر أوقف كوقفتي عسكرية. تأثرت بفيلم الشهيدة بريتان، شلون كانت مرة مناضلة كرفيقة، كان عندها قوة، كان عندها إرادة. تأثرت بالروح الرفاقية، شلون يعني هنا كلياتنا من كل أخوة الشعوب، من كوباني من منبج، ما في تفرقة بين كردي وعربي، كلياتنا نكون وحدة، حرية ديمقراطية، يعني كلياتنا هنا كلياتنا مع بعض وإيد وحدة وخذينا حريتنا. وبالنسبة إنه الحياة هنا حلوة، يعني تختلف عن هنا، يعني نعطي معنى للحياة كرفيقات هنا. والروح الرفاقية هنا شلون غير شكل، يعني مرة إحنا كلياتنا إيد وحدة، نحب بعض هنا. تأثرت إنه على هذا الشيء، وأنا حزينة جيت لازم وأنا شفت تدريب وتعلمنا كثير شغلات، وصار عندنا قوة وإرادة. وكواجبنا لسه نتعمق بفلسفة القائد، بفكر القائد أكثر لسه لازم نتعمق. وكواجبنا أن نوصل نؤدي رسالة للمرأة، جميع المرأة بالمجتمع لازم نوصل لنا الفكرة إنه لازم يجن إنه إحنا اختارينا الطريقة الصح، لازم إنه يجن يمشن بالطريقة الصح، ويقطع عنه مرحلة الخوف والشي، إنه العيشات والحز لازم ما يقبلن بيه، ولازم يجن إنه هين يقبلن الطريقة الصح. وجينا إحنا تنصر عسكرية، وصلنا عسكريات مناضلات وقويات. أنا سهام من مدينة حمص ضمن صفوف وحدات حماية المرأة. أنا انضميت لرفع الظلم عن المجتمع، وخصوصا المرأة، يعني بالأخص المرأة. المرأة بالمجتمع بتعاني من كثير ظلم وكثير إهانات وذل، وعايشة تحت السلطوية والعبودية. يعني بيعاملوا المرأة على أن لا شيء بالمجتمع، على حتى من يعني محرومة حتى حق الحرية والتعبير عن الرأي. المرأة بتعاني من كثير أشياء بالمجتمع. أنا اجيت لهون وانضميت للتدريب. بالتدريب أنا فهمت شو معنى الحرية الصحيحة. فهم الحرية الصحيحة تعمقنا بفكر القائد، أخذنا تدريبات كثيرة، عرفنا مين نحن، شو إلنا حقوق. نحن هون روح رفاقية وحدة، يعني جسد واحد، روح وحدة، حياة تشاركية، بنخاف على بعض، بنحب بعض، بنساند بعض، بنكون إيد وحدة بكل شيء. دائما موجودين مع بعض، يعني بالمرة قبل الحلوة. وتعلمنا كيف نكون وكيف لازم نكون وكيف لازم نعيش. كل شيء فينا تغير، حتى فكرنا تغير، نظرتنا للمستقبل تغيرت. روحنا الرفاقية هون كتير حلوة. التدريبات أثرت فينا كتير بشكل كتير كبير، خلتنا نفهم الحياة، نفهم معنى الحياة، نفهم معنى الحرية الصحيح اللي هو الحرية الفكرية وليس الجسدية. أنا بوجه رسالة للمرأة، وبوجه رسالة للمجتمع وللمرأة العربية بشكل خاص، إنه كوني قوية وكوني قد حالك، لا ترضي بالظلم ولا ترضي بالعبودية والسلطوية. يعني المرأة بالمجتمع محرومة حق التعبير، محرومة حق الدراسة، يعني أبسط الأمور إنه تعبر عن اللي جواتها. يعني اليوم المرأة أصبحت كل شيء، أصبحت مقاتلة على الجبهات، أصبحت مهندسة طيارة، طبيبة، دكتورة. ما في هالشيء الموجود بالمجتمع. المجتمع عبارة عنه المرأة ما تفوت، ما تطلع، على عيب، على حرام، على كذا. يعني أخذينا وراثة يعني بالعادات والتقاليد، وعادات متخلفة، يعني تقاليد متخلفة بعيدة كل البعد عن المرأة. نحن هون رفاقية، روح وحدة، جسد واحد. وتعلمنا مفهوم الأمة الديمقراطية، أخوة الشعوب، ما في عنصرية، ما في تكبر، ما في أسلوب سلطوي، ما في كلام بدون أخلاق أو بدون احترام. بالعكس، يعني نحن متعايشين بين بعضنا هون، عربي، كردي، سرياني، آشوري، ومنحب بعضنا ومتفقين وعلى الحلوة والمرة. بالعكس، يعني تعمقنا بفكر القائد وعرفنا شو معنى الأمة الديمقراطية، شو معنى المستقبل، شو تاريخ المرأة بالماضي وبالحاضر. تغيرت أفكارنا، طورنا زهرنا، حبينا بعضنا أكثر. يعني نحن اليوم بدنا كل مرأة تتطور وتحرر نفسها، يعني ما تضل تحت ظلم السلطوية والعبودية. أنا بوجه رسالتي لكل امرأة: أنت حرة، خلقتي حرة. لازم واجب عليك إنه ما تضلي ساكتة على الظلم والعبودية.